بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف أحييكم برفقة الزملاء الفنيين والمشرفين والإداريين في هذه الحلقة الأسبوعية من هذا البرنامج، وهي الحلقة رقم 179 بحمده تعالى. أولا أشكر كل الذين يمرون مرورا طيبا على صفحتي، والتي أنشرها في على صفحتي الخاصة من هذه القناة المباركة بعد أن تبث في قناة سلام. تعميما للفائدة أيها الأحباب، أنا أنشرها على صفحتي وهنالك متابعة يعني مقدرة، هذا بغير ما هو مشاهد ومسموع على الستلايت من هذه القناة المباركة. ولذلك أتقدم بوافر الشكر والتقدير لأولئك الذين يعلقون على صفحتي، وأتمنى أن يزوروا موقعنا وصفحتنا على قناة سلام الإعلامية ويدلوا برأيهم في هذه القناة المباركة. لكن سواء كان هذا وذاك، لهم التحية والتقدير والشكر الجزيل. كذلك أحيي فريق العمل الفني الذي يبذل جهدا مقدرا من أجل أن تخرج هذه الحلقة وكل البرامج والحلقات. ولشيوخنا الأعزاء والفضلاء العلماء، أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما يبذلوه من جهد مقدر في هذه القناة المباركة. دوما أيها الأحباب، نبدأ بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. يطيب لي اليوم أيها الأحباب الكرام، فقد يعني ذهبنا بعيدا قليلا من دنيا الشعر والشعراء، فقلت دعونا نقلب صفحات الشعراء، ماذا يقولون أو ماذا قالوا في صفحاتهم الخاصة والعامة. وسأقرأ من مواقع تهتم بالشعر والشعراء. ويسرني جيدا أن أبدأ بما نشره الشاعر حمد الطحان. حمد الطحان هذا شاعر مجيد ننشر له دوما ونقرأ بعد كل فترة، وهو من المساهمين الممتازين. يعني نشر قبل يوم واحد على صفحته يقول: إنهم ليسوا بكافرين. يقول في قصيدته أيها الأحباب: لولا شيوخ ركعوا وشباب خير خشعوا والأبرياء الرضع والسائمات الرتع، لم يأتنا قطر السماء ولا مياه تنبع. ولعتمت كل النجوم وكل شمس تسطع، ولطوحت هذه الحقول بقسوة ما نزرع. ولضيق ولضيق الكون الفسيح ولم يسعنا موضع. ولأطبقت برقابنا هذه الجهات الأربع، وانصب فوق رؤوسنا صبا عذاب مفزع. أطفال غزة يصرخون وما أرانا نسمع، أطفال غزة يرجفون وما بنا متوجع. أطفال غزة يصرخون وما أرانا نسمع، أطفال غزة يرجفون وما بنا متوجع. أشلاؤهم فوق الركام وفي المضاجع نهجع، وكأننا أعداؤهم نهوي لهم أن يصرعوا. أو قد نسينا أنهم بدماء يعرب أرضعوا. أو قد نسينا أنهم بدماء يعرب أرضعوا، وبأنهم لشريعة الرحمن أيضا تبعوا. لم يكفروا في مرة
أو يعرضوا أو يرجعوا. شكرا لك الشاعر الجميل حمدي الطحان. أيها الأحباب الكرام، هذه قناتكم قناة سلام الإعلامية المباركة، وأنا سعيد اليوم يعني أن نلجأ إلى الشعر، لأن في الشعر متنفس. ولكن قدرنا أيها الأحباب أن نلقي عليكم بعضا من أوجاع هذه الأمة، بعضا من أوجاع هذه الأمة التي نتابعها على خجل. طيب، الشاعرة المجيدة كذلك إناية أخضر كتبت تقول، أو عفوا على الاسم، هي عناية أخضر، أنا قرأتها من اللغة الإنجليزية. تتغير أسماؤنا في اللغة غير العربية، لذلك أنا أهتم بهذه اللغة عشان نقرأ أسماءنا مضبوط ونعرب الكلام إعرابا سليما. فهي عناية أخضر من لبنان الشقيق، كتبت تقول تحت عنوان قصيدة: من يحصه رملا تمزق في الحشا قلبي وذابا، وطاب المر واللقيا سرابا، هيام راح يلهبني حريقا بقلب صار يستهوي العذاب، يطول الليل لا تغفو عيوني، أسامر أسامر فيه لم أسمع جوابا، يطول الليل لا تغفو عيوني، أسامر فيه لم أسمع جوابا، وفقد طال لا يحمله قلبي، وشوق زاد في سقمي وخابا، وفقد طال لا يحمله قلبي، وشوق زاد في سقمي وخابا، له في الفكر أحقاب تتالت، وفي ذكراه تستجدي العقابا، أرى الأيام أعواما تماهت، أعد الغيم لن يجدي شرابا، أعد الرمل من يحصيه رملا، نما في القلب واستحلى الغياب، أيدري البحر كم ألقيت فيه من الأحلام واندثرت يبابا، حبيب غاب لو يدري حبيبي، عزيز القلب يستهوي الغياب. عناية أخضر من لبنان. أنا كلما قرأت من شعر الآخرين أتذكر شيئا من شعري. ذات يوم، وخلونا نرتب أجواء هذه الحلقة، لعل في الحديث الذي يأتي عفو الخاطر يرتب أجواء الحلقات شوية، لأننا سنقرأ شعرا فيه كثير من العذاب يعني. عدت إلى حقل التعليم والمذاكرة والامتحانات وهكذا بعد غيبة طويلة استمرت قرابة يعني كم وعشرين عاما، أيام الدراسة للدراسات العليا يعني، لتمهيد الماجستير ثم رسالة الماجستير. ففي الدبلوم العالي عدت إلى العمل، إلى المذاكرة بعد أن التحقت بمعهد البحوث والدراسات العربية لأساتذة الكرام كل التجلة والتقدير. يعني عدت 2010 بعد أن توقفت سنة واحد سنة 90، من 90 إلى 2010 زمن طويل يعني. فكان علي أن أذاكر وأجتهد وهكذا يعني، والحمد لله بذلت مجهودا جبارا، فتقديري كان بامتياز والماجستير كان بامتياز والحمد لله، في حوار الحضارات واستخدامات النخب لها، كيف عالجتها الصحافة الإلكترونية الحديثة يعني. ففي معمعة المذاكرة عزيزي المشاهد وجدت نفسي مكبلا بالمذاكرة والتسجيل وما إلى ذلك، وأنا الذي كنت أخرج على البرامج والأخبار والتقارير والمقابلات وهكذا. فقلت يا أخي، فلما اشتد بي وطأ المذاكرة والكتابة والتلخيص فلجأت إلى الشعر هروبا من المذاكرة.
فكتبت قصيدة تحت عنوان حنين. وأعتقد أنا حنيني كان إلى يعني إلى أن أبعد عن المذاكرة فقط يعني. فقلت حنيني إليك يفت اللباب، حنيني إليك يفت اللباب، فهلا أعدت إلي الصواب. حنيني إليك يفت اللباب، فهلا أعدت إلي الصواب. وهلا رحمت حبيبا تأذى بهجر عنيد تأبى الإياب. وهلا شققت فؤادك يوما لتلقين قلبي يذوب عذابا. ودخلت إلى القصيدة، هي لا ليست من الطوال وليست من القصائد القصار، وسكبت فيها حنيني ثم عدت إلى المذاكرة. فهذه القصيدة: أسامر فيه لم أسمع جوابا، يطول الليل لا تخفي عيوني، أسامر فيه لم أسمع جوابا. ذكرتني بالشاعرة عناية أخضر من لبنان، لك التحية، فذكرتني حنيني إليك يفت اللباب، فهلا أعدت إلي الصواب. واصلوا أيها الأحباب الكرام قراءة الأشعار. شاعر آخر محمد عصام علوش كتب قصيدة جميلة نشرها على صفحته، قال فيها: دم خافقا في شموخ أيها العلم. يتحدث عن علم الشقيقة العربية سوريا، لهم كل التحية والتقدير. فيقول له: دم خافقا في شموخ أيها العلم، هذه النجوم من الأمجاد ترتسم. دم في الربوع على الأيام مؤتلقا، فأنت للشام رمز ناطق، وفم خضر مرابعنا، بيض صنائعنا، سود وقائعنا، فيها المداد دم. ما أنت إلا نسيج من تلاحمنا، ومن تكاتفنا فيك انطوى الحلم. وأنت مرآة شعب نبضه قيم، فيه الهدى والندى والجود والكرم. قد صاغه الله حرا من حنى أبدا لغير خالقه، دانت له الأمم. كم من ملاحم صاغتها عزائمه نصرا مبينا، وقد فاضت به الهمم. ومن شهيد قضى قد كنت تحمله على الصمود، فأودى وهو يبتسم. قد كنت للوطن المنشود رايته، وكنت للحرية الحمراء تقتحم. فاجمع قلوب الأولى من حولك اجتمعوا، كما توثقت الأنساب والرحم. واخفق فإن لك الأرواح خافقة، ودم لتزهو في سورية القيم. محمد عصام علوش. كلام جميل يعني. ولأننا لماذا نهتم بالشعر كما نهتم بألوان أخرى؟ لأن الشعر هو قمة البيان في اللغة العربية، وقمة الإيجاز والإعجاز. سدد سهامك وامضي أيها العلم. برضو هذه القصيدة ذكرتني: واشفق على زمن أضناه ما وصموا، وانشد رياح البلا في أمة رضيت عيش الهوان، وفي أعناقها ذمم. هذه القصيدة كتبتها مرثية لشيخ الشهداء، الشيخ الشهيد موسى محمد نور رحمة الله عليه، الذي استشهد في سجون الزبانية. كتبتها 2018: سدد سهامك وامضي أيها العلم، واشفق على زمن أضناهما وصموا، وانشد رياح البلا في أمة رضيت عيش الهوان، وفي أعناقها ذمم. قوم يلوكوا أساهم كلما نزلت بلوى على قبرهم، أتتهم حمم. رهط إذا هتك الضليل عرضهم، لاذوا بصمتهم، يا ويحهم بكم. رهط إذا اغتصب الفرعون غادتهم،
باسوا يديه وفي طاعاته هرموا. إذا تنادى همام أن هلم إلى سوح الحياض تعجب كيف ردهم. فمن يقول ترانا قد كفانا بنا شيء من ذلك، ومن يرى غير هذه في بلهنية. أنا أقرأ من الذاكرة: ومن يرى غير هذه في بلهنية لا ذل ينكأه، لا الموت لا الصمم، وإن دعاهم صفيق نحو مأدبة ساد التهكم فيها والبغضاء والسخم. صالوا وجالوا نشاما في عروضهم، هتكا وفتكا وأمنا مع عدوهم. لا يسأمون حديثا في مهانتهم، كأنهم قد نسوا أن الهوان هم. بكوا على وطن باعوا كرامته، تصارعا في سناه العي والرمم. إلى آخر الوجع. عزيزي المشاهد، الشعر عندي وجع كما قال الشاعر: والشعر عندي حسام لو ضربت به هذه الجبال الشامخات فرى. وليس محض هراء أو هوى لفتى يستعبد الأحداق والأهداب والوتر. الرحمة والمغفرة لشاعرنا فراج الطيب السراج رحمة الله عليه. فقصيدة تذكرك بقصيدة، هكذا هو الشعر. شكرا لك الشاعر المجيد الذي قرأنا، الذي مدح العلم السوري. وماذا قال الشاعر المجيد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب محمد علي العدواني؟ هذا بياني. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عنوانها محمد باب الله قف ببابه. محمد باب الله قف ببابه، فذنبي ثقيل مقعدي في ترابه. فإن شئت تقريبي إلهي فإنني خفيف خفيف يا علي جنابه. وإن شئت حملي راكبا فسعادة، وما مثلها من نعمة فاقترابه. وإن شئت في نوم ففيها دلالة على نوع قرب مشعر باهتيابه. إذا زرته أو زارني فمحبتي تزيد، فمقداري بفضل اكتسابه. عليه صلاتي سلوتي في بعاده، وأي بعاد مثله في التهابه. تزجت بنا الأعمار وهي عصية بخسر جسيم معجز في احتسابه. وما كان مالا بالحواسيب، خففوا مؤونته واستمتعوا في طلابه. فحب رسول الله فضل لربه، ويجهل كل الخلق باب اجتلابه. فكل له حال وذوق ومذهب، فيا رب زدنا زيدكم لاعتذابه. فلا عذب عندي مثل حب محمد، ولا عطر في شيء كما في ملابه. وهذا أنا والشعر بحري وقاربي، مزيد اشتياقي قائل في خطابه: أحبك خير الخلق فاقبل محبتي. في صادق تلقاكم في انتسابه، فدأب فؤادي سيدي فرط شوقه. تجد ذكركم أنسا له في اكتئابه. وهذا بفضل الله عين بضاعتي، وذخري ليوم زلزلي في ارتهابه. رجائي حضور منكم في مخاوفي، يقر به المفزوع حال ارتعابه. صلاتي عليكم سيدي لا أني بها، وأي وناء موقعي في رهابه. صلاتي عليكم بهجتي وسعادتي، وأسأل ربي فضله في ثوابه. فأنت أبا الزهراء رحمة ربنا، هداء وهديا جئتنا في وهابه. كريم عظيم ربنا في عطائه، فأنت رسول متبى من صحابه.
بكم ختم الأرسال وهي كثيرة، وخصك بالقرآن أعلى كتابه، فأنت شفيع العالمين. وهم به يلوذون مثل الخلق خوف حسابه، وأنت المجلى بينهم بمقامه. شفاعتكم للخلق وفق ارتغابه، ولم يعطها فخما سواك مبجلا، ولم يعطها فخما سواك مبجلا. وصلى عليكم وهي سبغ إهابه، عظمتم بها قدرا ومن ومنا صلاتنا أو صلاتنا، رجاء شفيع عنده من عذابه. فيا سيد الأكوان هذا رجاؤنا، عليك صلاة الله قطر سحابه. بارك الله فيك أيها الشاعر المجيد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب محمد علي العدواني. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، ومنها سيداتي سادتي تتابعون هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. الحلقة هي رقم 179 بعد 100 أو 179 بحمده تعالى. أنا اختيار عشوائي، فسأقرأ لكم من بحر الكامل. تقول أو يقول الشاعر محمد علي الوصابي: قضية الكبرى، تفعيلة البحر الكامل. أنا أحب هذا البحر كثير، الكامل والوسيط. في الغالب أكتب قصائدي على هذا البحر. هو معنونها كذا، لكن سنقرأ ونرى هل هي حقيقة من بحر الكامل. في سطوة البغي فوق الأرض هناك تبدو وجيوشنا مغمورة، بين ذاك الذل ترسف في العمالة إذ تغشاها النعاس. لم يكن ذاك النعاس أمنة بل رهبة من بطشها الحكام، بين العسف في طوع أمرها رهن ذاك الاحتباس. أنا أشك أن تكون من بحر الكامل. وكأن أمرا غامضا فيه التباس في الليل قد نامت به كي تستعد لساعة الإحماء. في قمع الشعوب في شدة البأس قد حازت على أنواع أسلحة الحداثة في الحروب. غدا سينتصر الشقيق على الشقيق، غدا سنثلج بانتصار الشر أفئدة الصديق. وقضية الكبرى هناك في ضفاف القدس تصرخ كالغريق. من اليمن الشقيق. هذه قصيدة تفعيلة. ناجي نعاس أو ناجي نعسان آغا يقول في قصيدة، وأنا حقيقة أعزائي المشاهدين أحب أن أندهش بالقصيدة. أنا لا أراجع القصيدة قبل أن أقرأها. إذا قرأتها سألقيها عليكم كما تلقى أي حاجة، لكنني أحاول أن أقرأها معكم. وما أدراك ما الحرف ناجي نعسان آغا. الحرف نار وفي أحشائه لهب، لكنه مطر إن لامس السحب. جميل. الحرف نار وفي أحشائه لهب، كأنه مطر إن لامس السحب. يمضي كريح فإن أغراه عاشقه هز الجبال وجاب الأفق مضطربا. كم قد حملنا به شوقا يمزقنا، فكان لحنا من الآهات منسكبا. قد يسكن الحرف لكن حين تطلقه يهوي كسيف ويجتاح المدى غضبا. كم يسكن الحرف لكن حين تطلقه يهوي كسيف ويجتاح المدى غضبا. كم قد أذاب قلوبا
في لظى شجن حتى غدت تعشق الأنغام والطرب. وكم أفاق أسير الشوق من سكر لما تلا الحرف فارتد الذي ذهب. الحرف سيف إذا ما خاض معركة أجرى المشاعر أنهارا، ولا عجب قد يكسر القلب أو يبكيه من ألم، وقد يعيد إلى الأذهان ما هرب. في الحرف أسرار عشق لا نفسرها، تمضي إلينا فنغدو والهوى نسب. قد يوقظ الحرف بشرا كاد يدفنه قهر فيخرج من أنقاضه شهبا. يا سلام. أو قد يوقظ الحرف بشرا كاد يدفنه قهر فيخرج من أضغاثه من أنقاضه شهبا. أو يطلق الحزن المنسي ينشره حتى يعانق طيف الروح منتحبا. قد يسكب الدمع في عين ويتركها نهرا تحدث عن ماض لها ذهب، لكنه في يد العشاق أغنية تسقي النفوس رؤى تسمو بها أدبا. الحرف صيحة حق لا ينازعه صوت الخداع ولا التزوير، إذ غضب فامنح لروحك معنى في حروف غد. ما مات من وهب الأيام ما كتب. الحرف تاج الهدى من نوره سطعت آي الكتاب لتروي الروح والقلب. فاقت بلاغته كل البرية في سر الفصاحة حتى أذهل العرب. يجري كنبع فلا يجفوه شاربه، بل يرتوي منه معنى صافيا عذبا. إن الحروف بحار لا نفاذ لها، تبقى وإن غاض ماء الدهر أو نضب. يا حرف أنت صدى روحي وملهمها، وأنت درعي إذا ما ظالم اقترب. إن الحرف إن الحروف عفوا إن الحروف إذا جاءت مواسمها أنبتنا وردا وأحيينا الذي نضب. سيكتب النصر في حرف تلوذ به أو شبه حرف إذا ما ثار واحتسب. كم خط شعرا أو كم خط سطرا للتاريخ وافتخرت به العصور وغناه الورى طربا. الحرف كالناي إن أبكته الحرف كالناي إن أبكيته بحثت أنغامه عن صدى الأشواق منسربا. الحرف بركان صدري إن كتمت لظا فاض اللهيب على الأوراق وانسكبا. والحرف بحر إذا أرخيت أشرعتي هاجت رياح الأسى والموج قد غضبا. أنا ابن حرفي به أسمو، وإن وهنت روحي وجدت به عزا ومكتسبا. إني وهبت له روحي فعانقني حتى غدوت به في الكون منتسبا. لا تسأل الحرف عن سر يحركه، إني زرعت به في صدري النسب. الحرف مرآة أرواح مبعثرة سينشر النور في درب الأسى شهبا. فامنح لروحك معنى في حروف غد، ما مات من وهب الأيام ما كتب. الله أكبر. ناجي نعسان آغا، والله أحييك تحية خالصة شعرية جميلة. أنت شاعر مجيد، حركت فينا أشياء وأشياء. هذا كلام جميل. إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر. هكذا قال معروف الرصافي رحمة الله عليه: إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر. وقال فراج: الشعر لمح تكفي إشارته يشير إلى التمام بلا تمام. هذه القصيدة أيضا ذكرتني القمر النازف. كتبتها في القاهرة عندما وجدت نفسي في أزقة وطرقات وردهات القاهرة،
بعيدا عن زحمة العمل الإعلامي، إذ جاء أيار مايو وأنا بعيد عن تلك المعمعة. فجلست بدأت أكتب، بدأت القصيدة في مقهى عام كده، يعني طلبت كوباية شاي وأشوف الجماعة ماشيين وجايين، ومصر العزيزة وشارعها طبعا كما هو معروف. فتساءلت مع نفسي: القمر النازف أهكذا تسلب الأيام ما اكتسب؟ أهكذا تسلب الأيام ما اكتسب ويمحي موعد بالدمع قد كتب؟ أهكذا تسلب الأيام ما اكتسب ويمحي موعد بالدم قد كتب، وينقضي أجل كنا نرصعه من اللآلئ درا مذ أتى ذهب. نعدد الحب والساعات في شغف إذ يشرئب أيار ضاحكا طربا. هذه أسمرا كنا نبادلها عشقا بعشق هما من حبها نصبا. ما لي أراها وقد عادت مقرحة كأنها لم ترى نجما ولا شهبا. فلا البرامج مني وهي دانية، ولا المقال إذا أسرفته قلمي تضوع المسك والإعجاز والذهب. قدحت من معلمي أركان شاشتها مقدما نشرة أزهو بها طربا، وينتشي شاهد يقول في ثقة: لله درك طب لا تدخر أربا. وهكذا يعني بكيت فيها القمر النازف بكاء مرا، وأنشرها دوما كلما أطل ماي ونحن على أعناق أبريل، ومايو جايين يعني بوجعه وتساؤلاته الكبيرة. هذه القصيدة أيضا ذكرتني القمر النازف، أو قصيدة القمر النازف. آه. أيها المشاهدون الكرام، لكم السلام والتحية وأنتم تتابعون حلقة في برنامج مع اللغة العربية. اليوم نخصصها للشعر كما تتابعون، وسعيد جدا مع أسف الشديد أن نقلب المواجع. الدكتور أنور محمد الحجي كتب قصيدة أحسب أنها من القصائد الجياد: خذني لغزة سيفا، هذا عنوانها. خذني لغزة كي أحيا على جدث قبر، خذني لغزة كي أحيا على أملي. خذني لغزة قد طاب الممات بها، فيها النجاة وميدان الجهاد جلي. خذني لغزة سيفا حده لمعت منه الشموس ومتراس الحديد فلي. خذني لغزة هان الموت مذ ذبحت فيها الحياة وسار الموت في عجل. الحق يذبح والحكام شاهدة والغرب شتى ترد الغوث بالخذل. الحق يذبح والحكام شاهدة والعرب شتى ترد الغوث بالخذل. يا سامعين نداء الغوث، هل فقدت فينا الكرامة أم رجع النداء خلي؟ يا سامعين وصموا في مسامعهم، أين العيون أم حتى البصير بلي؟ عصر الحضارة قالوا ليتهم صمتوا، أفي الحضارة ينجو الذئب وخجلي؟ عصر الحضارة والإجرام كلله، وكل غوث إلى المظلوم في كلل. قتل الشعوب على ميزانهم تفه، وأمر ذئب إذا ما رد وجلل. يا أيها العرب قوموا، لن يناصركم إلا غيور على درب الجهاد جلي. فأدمن الحب والإيمان جلله، وإن أتاه زئير الموت
في قبلي لا لن ترد دعاة الخزي كلكله، ويرجع الخزي في مسعاه بالخجل. لقد ألفنا دروب الحق ما عثرت فينا الدروب، وسيف السائرين علي. كل التضامن مع الدكتور أنور محمد الحجي في قصيدته، وكلنا تضامن مع القدس وغزة والشعب الفلسطيني الذي يذبح يوميا من الوريد إلى الوريد. لا حول ولا قوة إلا بالله. صوت القدس من بحر من الكلمات. الشاعر نور أحمد الديلمي من العراق، وعندما يذكر العراق يذكر الشعر. صوت من القدس نادى في ربى العرب، يا أمة الله في جمر الوغى، في جمر الوغى التهبي. صوت من القدس نادى في ربى العرب، يا أمة الله في جمر الوغى التهبي. تجذري واكتبي للأرض ملحمة، يا من عليكم تهاوت أمة الشغب. غابت رجولتكم عن كل مكرمة، وطوقوكم بنار النفط واللهب. يا أمة خنعت حتى لها ركبت كل الطواغيت، وابتزت رؤى الذهب. مزقتم مزقتم ذلة رايات معتصم، وبعتم الأرض في كوم من اللعب. هذه على الأرض قتلانا قد اقتصبوا للطارئات، وأنتم دون ما أدب. بعض الحكومات تزني في محارمها، وبعضها اشتعلت نارا من الكرب. بعض الحكومات تزني في محارمها، وبعضها اشتعلت نارا من الكرب، وبعضها قبلت أقدام غاصبنا، وباركوه ودقوا رقصة القصب. يا أمة العار بي حزن يمزقني، حل الردى في ثنايا روحك اقتربي. توهجت في سطور الشعر أخيلتي، وجاوزت حدها في ثورة الكتب. خاصمت أخيلتي مذ جئت أرسمها حرفا بسطري، وأضري جمرها حطبي. قد كنت صوتا فمل الصوت حنجرتي، وما مللت من التطواف واللعب. ناديت حتى توارى في المدى وجعي، وما جنيت سوى من صرخة وصبي. يا أمة أتعبت أجيال نهضتها، متى سيجدي بكم يا ويلكم. تعبي القدس نادت وما زالت بغصتها تشكو، وأنتم هنا لاهون بالطرب. كم ساوموها وما باعت عروبتها، وما تهاوت فصاحت باللذى احتربي. متى ستدرون إنا أمة كذب، وكم كذبنا ولم نشبع من الكذب. فنحن من نحن إنا أمة سقطت بالوحل، وانسلخت عن عصرها الذهبي. عودوا إلى الله فالدنيا لنا رجعت، وكي نقيم صلاة النصر في النقب. هكذا يكون الشعر، تقرأه وأنت تندهش. والله أول مرة أقرأ هذه القصيدة أمامكم أيها الأحباب، فالعذر للشعراء إن حرفنا شيئا من قصائدهم، وإن نجحنا فذاك أمرنا الطلبي. نرتجل هكذا يعني. قرأنا لكم قصيدة للشاعر نور أحمد الديلمي من العراق. لك التحية والسلام والتقدير الكبير. وماذا قال الدكتور محمد عصام علوش؟ أحسب أننا قد قرأنا له، ولكن لا بأس. من ذا يترجم للورى الأشعار، مات الضمير وأطفأ الأنوار. هذه الدماء تسيل، ما من منكر أو شاجب يمحو الأذى والعار. والموت يقتات النفوس بنهمة، والناس من وقع الفنا حيارى. في كل يوم هجمة وحشية،
ومجازر تستنزف الأعمار، وأدوا الطفولة في المهاد وأوغلوا فتسارعت نحو الثرى لتوارى، وتناثرت أشلاؤهم وكأنها مزق تعرى فيهم الأطمار. ونساء غزة ما لهن مساعف، فلقد فقدنا الأهل والأنصار، والجوع يفترس الضحايا ممعنا، وكأنما كل الأنام سكارى. عجزت عن الوصف اللغات، وهل تعي لغة تخط بما جرى الأسفار؟ يا قوم غزة في نزيف دمائها ودموعها قد بذت الأنهار، ما كان من باك عليها آسف، لم يسرع الدعي ليخمد نارا، والعالم المسكون في نزواته قد أيد المحتل والأشرار، وحسرتاه على المشاهد أثخنت فينا الجراح وردت الأعذار. أوليس بين المسلمين أخوة؟ أوليس بينهم العهود كبارا؟ أوليس نصغي العرب نسغا واحدا؟ أوليس نسغ العرب نسغا واحدا؟ قد كان في الأجداد حين أنار، فإلى متى هذا التجاهل والونى؟ والأرض تشهد للنفوس تبارى. يا رب أنت نصيرهم وحسيبهم، فلقد دعونا الواحد القهار. شكرا لك أستاذ الشاعر محمد عصام علوش على قصيدتك. وله قصيدة أخرى. أيها الأحباب الكرام، أنتم مع برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. يقول الشاعر، أعتقد هو حسن عيسى، في قصيدة عنوانها سر الروح: نحر الفؤاد بمعبد العشاق، بطقوس رمش العين من أحداق، سلت سيوفا تزهق الأرواح لو رمقت بناظرها على الأرماق، لم تعرف العينان منها رحمة حتى من الأحباب في الإخفاق، ولها الملاحة ولها الملاحة فذة من وجهها، ولها الوسامة آية الخلاق، فاقت قرينات بضعف الضعف أو لزيادة كانت على إغداق، من وزع الحسن المليح فقد عدا بالقسط سهما خصها بالراق، خال توسط ودنة فكأنها بلورة من عنبر رقراق، ويحار فكر في شباهة وصفها، هي غاية الأوصاف من إحقاق، لو أن وصلا يرد بهجرة لجرى الهناء بلا قذى الإملاق، فالعيش منه على الدوام منكد، لا خير في عيش صبا بمحاق، أتكون نفس الحب جائرة لنا؟ كلا وحقك نحن غرس شقاق، أما معالي الحب عرش والسنا والسر في الأرواح بالأعماق، أما معالي الحب عرش والسنا والسر في الأرواح بالأعماق. الشاعر حسن عيسى، شعر جميل. وقال شاعر آخر الأستاذ أحمد إدريس الشافعي، قال: غزة الجرح في العيد تبكي القمر، وجرح الثرى وجرح الثرى يرتوي من كدر، تفوح المآسي برغم الصدود، ويعلو الصمود كضوء القدر. هناك الطفولة باتت شظايا، وأحلامها ضاعت في المنحدر، بأي وجوه ستأتي البهج، وأي قلوب ترتل زمر. فيا عيد مهلا، فهذه البلاد يقاسي أهاليها الحزن المر، ولكن نور الصمود يبين كمصباح وعد
ينير السحر سيأتي الصباح وتعلو النشيد وتفرح غزة رغم الكدر. أحسب أننا أوشكنا على انتهاء المدة الزمنية، لكن خلونا نقرأ للدكتور أنور محمد الحجي هذه الأبيات وأبيات أخرى لشاعر آخر. لقد صمنا عن الأفراح دهرا وأفطرنا على طبق الكرامة. لقد صمنا على الأفراح عن الأفراح دهرا وأفطرنا على طبق الكرامة. فسجل يا زمان النصر سجل، دمشق لنا إلى يوم القيامة. وسجل أننا والمجد صنو وفوق جبيننا العز شامة. لنا التاريخ يكتب في فخار وفي أعلى السطور لنا علامة. فهذه الشام ما دامت لباغ ولا أحنت مع الأيام هامة. وهذه الشام إن ألم دهاها تفيض على مواجعها ابتسامة. وإن عثرت بأرجلها الليالي فما عثرت مدى الأيام قامة. هي الدنيا وللدنيا ابتداء إذا سلمت على الدنيا السلامة. يا سلام، والله هذه برضو بشارة نهديها إلى الواقفين بنحورهم المكشوفة في فلسطين الحبيبة. إن شاء الله يرون النور قريبا بإذن الله. ما هذه الابتلاءات إلا بدايات لنصر قادم إن شاء الله. نقرأ قصيدة واحدة ونختتم بها الحديث كده، نشوف ماذا يقول الدكتور أنور محمد الحجي في قصيدته إلى كرسي الوزارة. يقول: على التلفاز قد جئنا صغابا نسوق الشوق والرغبة ركابا، ونستبق المعالم والأسامي بمن بلغ الرجاحة والنصابا. وكان على دروب الناس عونا وبونا في مدى علم أصابا، ليحظى بالوزارة بالتفاني ويقضي في مسالكها صوابا. فإن أعطى نشد على يديه، وإن أخطأ نصوبه عتابا. فسيروا في هدى الرحمن إنا إلى رحماه نلتمس الإيابا. إلى التلفاز قد جئنا عطاشا أو عطاشا وسقنا. إلى التلفاز قد جئنا عطاشا وسقيا الأمس قد كانت سرابا. يمنون الشعوب بخير غد وبعد الغد قد نلنا يبابا. وجاء اليوم يزخر بالأماني مع الأحرار نستبق الجواب. سنبني في مدى البنيان حتى مع الإصرار نجتاز السحابة. إذا رمنا المحال فلا محال يكون على مطالبنا حجابا. وأرض الشام حبلى بالأمان وبالإنسان يستبق الرغاب. سنبنيها صعودا في صعود ومن طلب العلا جاز الصعاب. دكتور أنور هذا شاعر مجيد يعني. أيها الأحباب، ما رأيكم أن نتوقف هنا؟ وأرجو سيداتي آنساتي سادتي أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم من شعر الشعراء. أيها الأحباب الكرام، يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها الحلقة. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه فإذا أبيد من اللسان أبيد. أيها الأحباب الكرام، بين فترة وأخرى سنلوذ إلى وجع الشعر. كما قال الشاعر: ما زلت تتعب مصطفاك وتتعب يا شعر، قل لي أين منك المهرب.
ما زلت تتعب مصطفاك وتتعب، يا شعر قل لي أين منك المهرب؟ من قبل تكويني أراك معذبي، وأخال بعد الموت منك أعذب. شاعر سوداني مجيد، لا أتذكر اسمه، لكن اسمه بين الهادي هكذا يعني. ليس الهادي آدم، لكن محمد الهادي، شيء من ذلك يعني. تحياتي محدثكم معد ومقدم البرنامج أحمد شريف، مع تحايا زملائي في قناة سلام الإعلامية المباركة، الإداريين والمشرفين والفنيين. نلتقيكم بحوله تعالى إن شاء الله في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.